كاميرات المراقبة صورت الفيديو ده، وبنشوف في الفيديو عربية بتقف وبينزل منها شخص وبيجري على أحد الشاحنات اللي كانت واقفة على جانب الطريق. سائق الشاحنة كان بيفحص عجلات الشاحنة بتاعته، وكان سايب باب كابينة القيادة مفتوح. الشخص اللي كان راكب في العربية اللي لونها فضي شاف ان الكابينة مفتوحة، فجري على الكابينة وسرق منها حقيبة لونها اسود، ورجع جري على عربيته علشان يهرب. سائق الشاحنة بيشوفه فبيجري وراه علشان يسترد الحقيبة بتاعته. بس الغريبة هنا ان احنا بنشوف ان الحرامي بيرمي الحقيبة تاني من شباك العربية. غالبا كده الحقيبة دي فاضية او ممكن ما فيهاش حاجة مهمة. في شهر فبراير من عام 2015 كان في اتنين من سائقي عربيات الشحن الكبيرة راكبين العربية بتاعتهم وماشيين بيها على إحدى الطرق السريعة. اتفاجئوا بظهور عربية بيضة قدامهم، وكانت بتبطأ من سرعتها علشان تجبرهم إنهم يقفوا بالشاحنة بتاعتهم. في البداية السائقين دول اعتقدوا إن صاحب العربية البيضة دي بيوقفهم علشان يطلب المساعدة في أمر ما، فاضطروا إنهم يقفوا بالشاحنة بتاعتهم على جانب الطريق، واستنوا ان سائق العربية البيضة دي ينزل ويقول لهم هو عايز ايه بالظبط. فضلوا واقفين شوية بس مفيش حد نزل من العربية البيضة، وكانوا شايفين بوضوح اللي كان راكب في العربية البيضة كان قاعد في العربية وبيبص عليهم بس منزلش من مكانه. سائقي عربية الشحن خافوا من ان الراجل ده يكون معاه مسدس، فقرروا انهم يبعدوا عن العربية دي بسرعة. بس سائق العربية البيضة حاول انه يمنعهم ووقف بعربيته قدامهم. حاولوا انهم ياخدوا رقم العربية بس للأسف الرقم ما كانش واضح، وفجأة سائق العربية البيضة دي اتحرك من قدامهم علشان يمشي بالعربية جنبهم. سائق الشاحنة انتهزوا الفرصة دي وجروا بسرعة علشان يتخلصوا منه، بس اللي كان راكب في العربية البيضة فضل يضيق عليهم علشان يقفوا تاني. بس هما مشيوا بسرعة وفضلوا مكملين في طريقهم لحد ما بعدوا عنه تماما. ركنوا عربيتهم على جنب وطلبوا الشرطة، واستنوا لما رجال الشرطة جم وأخدوا أوصاف العربية البيضاء. فضلوا يدوروا على العربية البيضاء لحد ما لقوها واقفة على جانب إحدى الطرق، وكان السائق جواها. تم إلقاء القبض على السائق، وبعد مشاهدة مقطع الفيديو اللي صورته كاميرات المراقبة للواقعة دي قرروا إنهم يعتقلوه ويحققوا معاه. وأثبتت التحقيقات أن صاحب العربية البيضاء أثناء الواقعة دي كان فاقد لعقله نتيجة تناوله للمواد المخدرة، وكان من الممكن أنه يقوم بعمل كارثة لولا التصرف الحكيم لسائقي عربية الشحن. الفيديو ده تم التقاطه في الساعة 5 صباحا في يوم 29 يوليو من عام 2016، وتحديدا في مدينة اسمها كاليه في فرنسا، والمدينة دي بتقع على الحدود ما بين فرنسا والمملكة المتحدة. الشاحنة دي كانت متجهة إلى ميناء علشان هياخدها خلال أحد القنوات إلى المملكة المتحدة. وبنشوف في الفيديو إن الشاحنة دي بتصطدم في الطريق بجذع شجرة، وده بيعيق من سرعة الشاحنة. وبيظهر بعدها العديد من الرجال اللي شايلين في ايديهم مصابيح يدوية. بعدها بيبتدوا يرموا حجارة على الشاحنة في محاولة منهم لإيقافها. الرجال دول عصابة من المهاجرين، واللي بيحاولوا الهروب للمملكة المتحدة بأي طريقة وبأي وسيلة ممكنة. بيستخدموا فروع الأشجار علشان يعملوا حواجز مؤقتة على الطرق، ولما كانت عربيات الشحن بتخبط في فروع الأشجار دي كانت بتبطأ من سرعتها. بعدها الرجال دول بيبتدوا يلقوا الحجارة على نوافذ الشاحنات علشان يجبروا سائقي الشاحنات دول إنهم يقفوا. وإذا نجحوا في مهمتهم دي كانوا بيستخدموا أسلحة مختلفة علشان يهددوا سائقي الشاحنات دول علشان يجبروهم على تهريبهم عبر الحدود ويخبوهم داخل الشاحنات بتاعتهم. الحوادث دي كانت بتحصل بشكل متكرر، وكاميرات مراقبة الطرق سجلت العديد من الحوادث بنفس الطريقة. وعادة المحاولات دي بتحصل ما بين الساعة 12 إلى 6 صباحا، والشرطة في كاليه بتبذل جهودها في القضاء على المشكلة دي لعدة سنوات. وتم القبض على العديد من المهاجرين، ولكن المشكلة لم تحل بشكل نهائي. تم تصوير الفيديو ده بكاميرا مراقبة أحد الطرق في روسيا. بنشوف في الفيديو هنا شخص كان راكب عربيته وبيقف بعربيته على جانب الطريق علشان يغير أحد عجلات العربية. الشخص ده لاحظ وجود عربية تانية بتمر على الطريق من جنبه وبتروح وبترجع أكتر من مرة. طبعا قلق وخاف إنه يكون بداخل العربية دي لصوص. فضل يدور على أي شيء يدافع بيه عن نفسه. لقي جنبه اسطوانة من الفولاذ فجابها علشان يدافع بيها عن نفسه، وبالفعل العربية دي رجعت تاني ووقفت جنبه، وكان فيها 3 من قطاع الطرق. واحد منهم نزل من العربية وراح نحو الشخص ده علشان يسرقه.
طبعا الشخص ده حاول يدافع عن نفسه، فضل يصرخ ويطلب المساعدة من باقي سائقي الشاحنات اللي كانوا بيعدوا من جنبه على الطريق، وبالفعل استجاب لاستغاثته العديد من سائقي الشاحنات وجم بسرعة علشان ينقذوه. الحرامي خاف ورجع بسرعة للعربية بتاعته، بس السائقين اتجمعوا حوالين العربية دي وفضلوا يقلبوها لحد ما اتقلبت بالحرامية على جانب الطريق.